عنوان البحث كان هو صلح الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية، وهذا الموضوع هو من الموضوعات التي تناولها الباحثون نقدا وتحقيقا وتحليلا، وواحدة هي من المسائل التي اختلف فيها أهل التحقيق. كذلك شخصية الإمام الحسن عليه السلام بصورة عامة هي واحدة من الشخصيات التي ظلمت في التاريخ الإسلامي ظلامة كبيرة جدا من قبل المؤرخين، من قبل المدونين للأحاديث والتاريخ. وظلم الإمام الحسن عليه السلام من الدولة الأموية ومن الدولة العباسية ومن الذين أرخوا التاريخ الإسلامي. لذلك لا نتعجب إذا طالعنا كتب المستشرقين ووجدناهم ينظرون إلى الإمام الحسن عليه السلام نظرة سلبية. يكاد يجمع المستشرقون على أن الإمام الحسن عليه السلام لا يشبه أبيه أمير المؤمنين عليه السلام بالسياسة، ولا يشبه أخيه الإمام الحسن عليه السلام مجاهدا ثائرا ضد الظلم، ونعتوه بصفات سيئة للأسف الشديد. وهذا نتيجة اطلاع المستشرقين على كتب التاريخ، يعني لم يأتوا بهذه الأشياء من دون دليل ومصدر، لأنهم وجدوا هذه الكتابات في كتب المسلمين سنة وشيعة. فعندما نأتي إلى مطالعة كتب التاريخ والروايات سوف نخرج بنتيجة سلبية عن شخصية الإمام الحسن عليه السلام، ولا سيما عندما يطرح صلح الإمام الحسن عليه السلام بهذه الصورة المتداولة الآن على المنابر. وهذه الصورة وهذه المسألة لديكم معلومات واطلاع عليها بأن الإمام الحسن عليه السلام كان مضطرا لصلح معاوية، والسبب هو خيانة قائد جيش الإمام الحسن عليه السلام عبيد الله بن العباس، وكذلك خيانة أهل الكوفة وجيش أهل الكوفة، وأرسلوا كتابا إلى معاوية: إن شئت سلمناك الإمام الحسن حيا. فالإمام أراد أن يسلم بنفسه لأنه محاط بالخونة والمنافقين، وبالتالي ذهب الإمام الحسن وصالح معاوية بسبب هذه الظروف. وبعدها عندما جاءوا وطرحوا بنود الصلح التي طلبها الإمام الحسن عليه السلام أيضا وضعوا بنودا تقلل من قيمة الإمام الحسن عليه السلام. ليس ذلك الإمام الذي نزل فيه القرآن بآيات معدودة، وليس ذلك الإمام الذي كان يثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان طلبات الإمام ليس همه الأمة الإسلامية ولا الدين الإسلامي، وإنما همه الأموال. فطلب من معاوية أن يعطيه سنويا كذا مبلغ من الذهب والدنانير. فهذا هو صلح الإمام الحسن عليه السلام. تخرج بنتيجة سلبية وانطباعات سلبية، لكن الذي يمنع هذه الانطباعات السلبية هو أننا نؤمن بعصمة الإمام. لو أزلنا عصمة الإمام وجعلنا واحد من صحابة أهل البيت اللي ما نؤمن بعصمتهم ونخليه بدل الإمام الحسن عليه السلام، هواي راح تكون نظرتنا عليه مختلفة. لكن لأن الإمام الحسن إمام معصوم، ابن رسول الله، ابن أمير المؤمنين، ابن فاطمة الزهراء، فإحنا ما نقدر غير أنه نقول إمام معصوم ونخرج بسلام. هذا الصلح هكذا عرض، شوهوا صورة الإمام الحسن عليه السلام. همه النساء، همه الأموال، ليس له هم بالدين والإسلام وما شابه.
وتسلسلت هذه الأحداث ووصلت إلى الموروث الشيعي. يعني الموروث الشيعي لم يكن يعني بمنأى من الإساءة والتشويه لصورة الإمام الحسن عليه السلام. لذلك نجد أنه أهم كتاب في المذهب الشيعي الإمامي هو كتاب الكافي، أكثر كتاب معتبر وموثق، ودون بالعصر الغيبة الصغرى، ولهذا له قيمة اعتبارية. هو بحد ذات الكليني ينقل رواية أن الإمام الحسن عليه السلام مزواج مطلاق. الإمام الحسن هم النساء، يتزوجها يوم يومين يطلقها، اللي هاي ما نتقبلها احنا على أبسط إنسان. ويضطر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يرتقي منبر الكوفة ويتوسل أهل الكوفة بأن لا يزوجوا ولده الإمام الحسن عليه السلام، بين قوسين إنه أنا جاي أتفاشل وياكم. هذا إمام وخليفة المسلمين، هي إساءة حتى للإمام علي عليه السلام، فيها إيحاء بأن الإمام أمير المؤمنين ليست لديه سيطرة وإدارة وقيادة لبيته، حتى يضطر أن يخرج مشاكله المنزلية أمام الناس. لا، والأكثر من ذلك أهل الكوفة يقومون ويقولون له يا أمير المؤمنين لا دخل لك بذلك، إنه هن بناتنا وإحنا نزوجن، هذا ابن رسول الله وهذا فخر. إن شاء مسك يخليها زوجته، وإن شاء طلق براحته، أنت لا تتدخل بالموضوع. والكثير من الشبهات حول شخصية الإمام الحسن عليه السلام، لكن عرفت واحدة لأنها مشهورة.